الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه. بحبكم. يلا بينا نشوف القصه معانا بتقول ايه النهارده. بتقولي لو سمحتي من غير اي اسم. يا حبيبه قلبي انا والله ما بقولش اسامي. انا اتخطبت لمده 3 شهور واتجوزت جواز عادي خالص، وكانت كل حاجه ماشيه كويسه قبل الجواز وبعد الجواز والحمد لله. بس المشكله ان في ناس قرايب جوزي شافوني وقالوا له دي مش حلوه، دي مناخيرها كبيره. عارفاهم انا الناس اللي هي بتتغاظ دي، انا عارفاهم، انا بحب يطلعوا قطط الفطسه في اي حد. المهم وانا فعلا مناخيري كبيره وفيها عيوب كتير. متقولش على نفسك كده يا قلبي، ربنا خلقنا كلنا حلوين. المهم بعدها لقيت جوزي كل فتره يقول لي هو انا اتدبست، انا اتغفلت، انتوا كنتوا عاملين لي عمل ولا ايه، ولا ابوكي ضحك عليا، فانت فعلا محتاجه عمره، والكلام ده كله. وانا بفضل اعيط. على فكره الكلام ده كله عادي وكل الناس بتقوله على فكره عادي، يعني ما جوزي كويس متقلقيش. المهم وانا فضلت اعيط عشان انت غلبانه، بس قعدت تعيطي طيبه. انا قعدت اعيط وما كنتش عارفه ارد اقول له ايه، ولما برد بضحك وبهزار. بس بقعد اقول كتير قوي هو يعني ما كانش شايفني ايام الخطوبه. طب ما انا كنت قدامه ايام الخطوبه، هو ما شافنيش يعني ولا ايه؟ مع العلم ان هو بيعاملني كويس جدا وما بي آه، ما بيعزش عليا حاجه. ولما والكلام ده بيكون بيني وبينه انا بس، ومحدش بيعرفه خالص الا انا وهو بس. وبعمل نفسي بضحك قدامه، لكن انا والله العظيم بكون بتقطع من جوايا، وانا مش عارفه اعمل ايه ونفسيتي متدمره. نفسك ما تتدمرش يا قلب اختك ولا اي حاجه. واللي يقولك آه مناخيرك كبيره ردي عليها، قولي لها ايه يعني عاجبه جوزي وبحبه وبيحبني، خليكي بارده كده وخليكي بصي، خليكي واثقه في نفسك. اللي يقولك اي حاجه ردي له بكلمه باتنين. محدش ليه حاجه عندك. دي اولا. ثانيا انت خلقت ربنا. ثالث صح، فكلنا حلوين، ربنا خلينا كلنا حلوين، وكل واحد في الصفات الحلوه وفي الصفات الوحشه، وكل واحد فيه الحلو وفيه الوحش. اهم حاجه مش الشكل، والله الشكل بيروح. اهم حاجه الحلاوه بتاعت الروح اللي جوه، النظافه، الصفاء، النقاء، الحاجات اللي بتبقى جوه آه، روحك الحلوه. اضحكي وهزري، حطي ميك اب، حطي ميك اب. الميك اب مش عيب لجوزك ولا حرام. حطي ميك اب، دلعي عليه، اعملي شعرك، ظبطي من نفسك، احلوي عشانه. لو في مشكلة في البشرة انزلي عالجيها، روحي لدكتور جلدية وعالجي الدنيا تبقى ماشية جميلة. انما ما تخليش حد يخليكي تبقي محبطة ويهز ثقتك في نفسك. ما دام هو ماشي معاكي بما يرضي الله وبيعاملك كويس، انت محتاجة ايه غير كده؟ انت مش محتاجة حاجة غير انك تدلعيه وبس. بس ربنا يصلح حالك ويصلح حالنا، واشوفكم في فيديو جديد. وما تنسيش اللايك والاشتراك. بحبكم. باي باي.